طيب الأخت هذه تقول بس أحس إذا في شيء ودي أسويه ضروري أشاور زوجي. تصدقوا كلامه هذا خلاني أرجع أعيد المقطع 20 مرة. قلت معقولة يعني كلامي ما كان واضح؟ أو هل ممكن إنه كلامي يتأول بطريقة غلط؟ ولكن طلع واضح كلامي جدا لما عدت المقطع يعني. ومستحيل إنه الشخص العاقل يأول كلامي بطريقة غلط أو يفهم إني أنا قلت لا تشاوروا أزواجكم في أي حاجة تبغوا تسووها. استغربت يعني. طبعا مو بس تعليق الأخت، لا، في تعليقات كثير أثبتت لي إنه في ناس فهموا كلامي غلط، فقلت لازم اني اوضح الكلام. المقصد ابدا مو انك ما تشاوري زوجك، بالعكس هذه ما حد يختلف فيها، لازم اصلا المفروض انك تشاوري زوجك. اللي كنت اقوله انا واللي كانت تقصده الكاتبه شيري ارجو انك ما تشعري زوجك انه فيك عيوب او انك انت تشوف انه فيك عيوب، يعني لانه مجرد انك تشعريه بهذا الشيء او مجرد انك انت تقولي له انه فيه عيوب هو بيحس انه من جد فيك عيوب. فمثلا يعني انت مثلا سمينه شويه وتبغي تنزل وزنك او تبغي توصلي للوزن المثالي، في الحاله هذه كيف ايش تسوي؟ تقولي لزوجك انا ابغى اشترك في نادي، ولما يسالك هو ليش تبغى تشتركي ما تقولي له انه والله انا مثلا متين وابغى انحف، ولا انا مثلا وزني كذا مو مناسبني وابغى اوصل للوزن المثالي، ولا انا مثلا مو حلوه كذا ولازم انحف عشان اصير حلوه. لا كذا غلط. ولكن تقولي له انا ابغى اصير صحيه اكثر وابغى اهتم بالرياضه لانها مفيده لجسم الانسان، توخر التوتر والى اخره من فوائد الرياضه. يعني ما انت مضطره مثلا تقولي له الهدف الحقيقي اللي انت تبغى تخش النادي عشانه، فهمتي؟ والله احس انه كلامي كان واضح في المقطع، يعني ما ادري ليش انتم فهمتوه كذا. عموما هذا واحد من تعليقات كثير فهموني فيها غلط الناس. خلوني بالله اقرا لكم بعضها. يعني مثلا شوفوا هذا الكومنت تقول ليه مين متزوجه؟ انا براد بيت ولا شخص خالي من العيوب؟ وبعدين هذا اللي يدور العيوب فيني مع الف سلامه ما نباه. طب اصلا احنا ما قلنا انه يدور عيوب فيك، يعني احنا قلنا انك انت اللي بتشعرين ان فيك عيوب، وبالتالي هو بيصير يحس انه فعلا هذه بما انك انت تشوفيها عيوب فيك فهي عيوب فعلا. ولا هو ممكن في البدايه انا قلتها في المقطع يمكن كان يشوفك حلوه بدون ما تسوي اي حاجه في جسمك اصلا. ايضا شوف هذا التعليق تقول يحسون الرجل تفكيره زي الطفل ونادر لنفسه ذات تفكير، والله لو في عيب وجه ولا جسم عارف وشايفه بدون ما ننبه، بس ياخذ راحته اكثر لما اتكلم عن اللي فيني. طبعا انا صراحه ما فهمت معظم التعليق، ولكن فهمت النقطه الاولى تقول يحسون الرجل تفكيره زي الطفل. تقصد انه في المقطع اللي قلت انه الرجل لما انت تقولي انه فيك عيب ممكن هو بعدين يصير يشوفه عيب. حاب اقول لك انه هذا اصلا ما هي بس في الرجل، هذه طبيعه البشر بصفه عامه. يعني حتى انتم النساء لما مثلا الرجل يقول والله انا في عيب، مثلا انا مثلا قصير، انا مثلا ماني حلو، ولا انا مثلا، انتم بتصير تشوفوه نفس الشيء، يا قصير يا مو حلو يا في عيوب زي ما هو يشوف نفسه. فهذه طبيعه في البشر بصفه عامه، يعني مو بس في الرجال. هذا التعليق تقول ومين قال نسويها عشانه؟ طبعا انا جاوبت، انا تكهنت انه ممكن واحده تقول زي هذا التعليق، فقلت في المقطع انه حتى لو ما تسويها عشانه، حتى لو انك تسويها لنفسك. هذه يعني نصيحه يعني من شيري ارجوف مجانيه، ممكن تطبقيها ممكن كيفك لا تطبقيها. وهذا التعليق تقول ما اتفق، الزواج مو بس بالشكل، وعادي افضفض له واقول له اللي بخاطري، واللي بيحبك يحبك بعيوبك وبس. من توجيه النصائح للمراه ابدوا ثقفوا الرجال لاننا طفشنا. انت لو انك يعني متابعتني ممكن تعرف اني انا قد تكلمت كثير في المرأة وفي الرجل أيضا في كتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهرة، ولكن لأنه هذا الكتاب موجه للمرأة فقط ما في نصائح للرجال. تبغيني اجيب نصائح من عندي ممكن، ولكن في مقطع ثاني مو في هذا المقطع. اسمع هذا التعليق عجبني صراحه، تقول الحمد لله اني حاطته اخر اهتماماتي ولا همني رايه فيني. ما ادري تقصد مين، ان شاء الله انك ما تقصد زوجك، يعني لانه زوجك كيف اخر اهتماماتك؟ يعني ماني فاهم صراحه، والله تعليقات تضحك صراحه. دقيقه يا جماعه لقيت تعليق مره رهيب، تقول بالعكس انا اشوف لما تقول له مثلا انا راح اعمل تجميل بدون ذكر تفاصيل وفعلا تروح تعمل، هنا يخاف ليش تهتم ويجلس يفكر. طبعا انا صراحه عجبني تفكيره، لانه من جد يعني ممكن تقولي له انك بتسوي تجميل ممكن، ولا وديني عياده تجميل، ولكن لا تقولي له انه مثلا انا مثلا خشمي مو كويس ابغى اعده عشان يصير حلو، او مثلا انا شفايفي ما هي حلوه ابغى انفخ عشان تصير حلوه. يعني حاولي ما تذكر تفاصيل، عادي قولي له وديني، وبدون ما تذكر تفاصيل بيوديك هو. هذا صراحه تعليق عجبني، فبس حبيت اني ارد على هذه التعليقات عشان توضح الصوره، رغم انها واضحه اوريدي اصلا. ولكن يلا ايش نقول، يعني يعطيكم العافيه على المشاهده، وشاوروا ازواجكم، انتبهوا لا تقولوا ما بنشاورهم، لا شاوروهم، ترى انا ما قلت لا تشاوروهم.